كام حد فينا راضي بحياته بس علشان حاسس ان هو ما عندوش اوبشن تاني، ما عندوش اي اختيارات ممكن ياخدها. طب ايه رأيك لو تبني الحياة اللي انت نفسك فيها، لو تبني الشخصية اللي انت نفسك فيها؟ انا آلاء لايف كوتش، والنهاردة هساعدك انك تبدأي حياتك من الصفر. اول حاجة انت محتاجة ان انت تاخدي قرار ان انت مش هتأجلي تاني، وانك هتبدأي دلوقتي حالا. واول حاجة تبدأي بيها انك هتجيبي كراسة، كشكول، اجندة، مفكرة، اي حاجة فيها ورق وتكتبي فيها. هتحددي لنفسك مدة. انا بفضل ان المدة تكون 3 شهور، ولا هي مدة كبيرة قوي ولا هي مدة قصيرة مش هتلحقي انك تبني فيها اللي انت عايزاه. هتكتبي بعد ال3 شهور دول انتي نفسك تكوني فين، حابة تكوني عاملة ازاي، شخصيتك شكلها ايه، وعقلك بيفكر ازاي، قلبك ايه اخباره، جسمك بيساعدك تحققي اللي انت عايزاه ولا بيتعب بسرعة، وماديا حابة انك تكوني عاملة ازاي، علاقاتك بالناس اللي حواليكي شكلها ازاي، تعاملاتك معاهم عاملة ازاي. قسمي علاقاتك وقيميها. قسمي كل حاجة انتي نفسك توصلي لها لحتت صغيرة. ده ورقك وقلمك، محدش هيقرا كلامك غيرك. مهم انك تكوني صريحة مع نفسك وما تربسيش عقلك. خليه يفلو براحته، خليه يحط الافكار اللي هو عايزها براحته. سيبي مجال لنفسك انك تتنفسي وتكتبي كل حاجة انتي حابة ان انتي توصلي لها، ان كانت كبيرة او صغيرة مش مهم. ما تحسيش ان في حاجة مستحيلة. اكتبي كل اللي انتي نفسك توصلي له بعد المدة اللي انتي محدداها. قيمي كل التفاصيل دي، كل التفاصيل من اصغرها لاكبرها. قيميها وحطيها في مقارنة مع شخصيتك الحالية دلوقتي، الوضع اللي انتي فيه دلوقتي، علشان تكون الرؤية بتاعتك واضحة. انتي واقفة فين ومحتاجة ان انتي توصلي لفين. وده الوقت انك تكتبي كل الطرق والحلول اللي ممكن توصلك لهدفك في الاخر. مثلا في علاقاتك انت حاسة ان انت عندك مشكلة في الحدود، ان انت في علاقاتك دلوقتي بتعملي كذا 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 ومش بتقدري ان انت تعملي كذا كذا كذا، وعايزة توصلي لكذا كذا كذا. ولما تحددي المشكلة بالظبط بتاعتك هتقدري ان انت تلاقي لها حلول، عن طريق البودكاست، عن طريق فيديوهات اليوتيوب، عن طريق الكتب. اهم حاجة تكوني محددة المشكلة اللي انت هتشتغلي عليها، والمشكلة اللي انت هتشتغلي عليها هو الطريق اللي هيوصلك لنسختك الجديدة. تخيلي ايه هو شكل الروتين اللي انت لو مشيتي عليه هتقدري تحققي نسختك الجديدة اللي انت عايزة توصلي لها. وايه العقبات اللي هتقف قدامك هتخليكي متقدريش انك توصلي لشكل يومك المثالي، علشان تعالجيها قبل ما تحصل. رحلتك من النسخة اللي انت فيها دلوقتي للنسخة اللي انت عايزة توصلي لها هي رحلة تحسين وتزكية. استعيني بربنا وخليكي واثقة 1,000,000% ان انتي طالما حاطة النية وبدأتي تحطي خطوات وبتسعي، فربنا هيفتح لك الطرق، حتى لو حسيتيها في الاول مضلمة ومش واضحة. لكن واحدة واحدة صدقيني كل حاجة هتبان. اهم حاجة انك تكوني حاطة النية وانك تكوني بتسعي. لازم تسعي انك تزكي نفسك وتحسنيها. دي حاجة هتأثر عليكي وهتأثر على كل الناس اللي حواليكي، هتخليكي شخصية أحسن، زوجة أحسن، ابن أحسن، أم أحسن، صديقة أحسن. وفي طريقك للتحسين والتزكية أكيد هتلاقي الشيطان كتير بيوقعك وبيحاول إن هو يحبطك ويحسسك إن انتي مش قادرة، وأكيد أكيد أكيد هتقعي. أهم حاجة كل مرة تقعي فيها تقومي نفسك تاني، علشان انت عارفة ان ربنا هيرزقك طول ما انت بتسعي. خلي نسختك الجديدة والشخصية اللي انت عايزة تكوني عليها هي اللي دايما قدام عينيكي، لان هي دي اللي هتقومك من على السرير وانت مكسلة ان انت تقومي. هي دي اللي هتخليكي تشوفي الكورسات، هتخليكي تقري الكتب، هي دي اللي هتكون المحفز بتاعك. فدايما حطي الصورة النهائية قدام عينيكي. وفي الفيديو الجاي هرشحلك فيديوهات وكتب وحاجات كتير هتساعدك في رحلة التزكية بتاعتك، علشان تطلعي من قاع البئر لنجوم السما فوق.